مصر على بعد خطوات من كأس العالم 2026. منتخب مصر الشهير بمنتخب الفراعنة متصدرين المجموعة ب 16 نقطة بعد 6 ماتشات. فزنا في 5 مباريات وتعادلنا في مباراة واحدة. أقرب منافس لينا هو بوركينا فاسو عنده 11 نقطة. يعني لو كسبنا اثيوبيا النهارده وبوركينا فاسو يوم 9 خلاص هنصعد رسميا ونتأهل رسميا قبل انتهاء تصفيات المونديال بجولتين. وطبعا ان شاء الله نقدر نقول مبروك لمنتخب مصر وقتها الصعود لكاس العالم 2026. تاريخيا مصر متفوقه على اثيوبيا، لعبنا معاهم 11 مباراه، فزنا في 8 مباريات وسجلنا 26 هدف. المره دي عندنا صلاح ومرموش وزيزو ومصطفى محمد كلهم جاهزين ان هم يكتبوا فصل جديد الحقيقه في الحلم نحو المونديال اللي جميع المصريين بيتمنوه وبيستنوه. السؤال ليكم بقى حضراتكم، تتوقعوا مين يسجل هدف الحسم النهارده قدام اثيوبيا؟ وما تنساش اللايك والاشتراك، خليكم دايما موجودين معانا في الطريق للمونديال. سلام.